2016 تقدمها علا صلاح. الموسيقى إهداء الملحن والموزع محمد صلاح. اهلا بكل السهرانين معانا تياترو 16 من 11 ل 12 منتصف الليل كل يوم اثنين، سهرة فنية. وكتير قوي بنحاول نتابع الأحداث الفنية والأدبية اللي موجودة في مصر في مواقع مختلفة كتير جدا، يعني قدر المستطاع. واحنا دلوقتي في فعاليات مهرجان، في فعاليات معرض الدولي للكتاب. كمان شخصية المعرض هذا العام صلاح جاهين. الأول أشكر فريق العمل معايا، هندسة الصوت حنان عبد النبي والإخراج ياسر سيد. وفي أحداث معرض القاهرة الدولي للكتاب في توقيع كتب سواء روايات أو أيا كان نوع الكتاب يعني، وكاتبه من الكتب الأدبية الروائية أو دواوين الشعر. وفي نفس الوقت في ندوات كتيرة عن شخصية معرض الدولي، شخصية المعرض هذا العام صلاح جاهين. وفي الموضوعين هيكون معانا ضيفين الشاعر أحمد الشيخ، أهلا بيك معانا. أهلا بيك. وتوقيع كتاب هنا هو في استوديو قبل المعرض إن شاء الله. وفتحي النقيب المخرج المسرحي أستاذ فتحي النقيب، وكلامنا عن صلاح جاهين. طبعا هيبقى كلنا يعني، بس الفكرة المسرحية عند صلاح جاهين هنتناولها إن شاء الله في مسار الحلقة، بجانب يعني قصايد مختلفة هنناقشها معاك يعني أستاذ أحمد في ديوان دوبامين. واحنا كنا قبل كده تطرقنا كان لديوان بلسان جنوبي مبين. فهنربط بين الاثنين ونحكي حكايات كتير النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. المسمع اللي سمعناه ده كان يعني الفنان صلاح جاهين وهو بيغني بنفسه. واعتقد ان احنا التراك ده لما حصلنا عليه كان يعني تحت عنوان انه صلاح جاهين يغني كأحسن ما مطرب يغني يعني. كان له يعني يد في السينما، مثل في يعني 3-4 أفلام. ويعني طبعا كتاباته كانت، والكاريكاتير اليومي اللي كان بيقدمه في الجريدة، كانت يعني ما نقدرش نقول ان هي ساخرة، احنا متعودين الكاريكاتير ده حاجة ساخرة، قد ما هي كانت حاجة للفت النظر، يا إما لتعديل سلوك، يا إما لتوضيح قيمة في الوطن. هو كان يعني مهتم جدا بحالة الوطن، الحالة القومية والشعور الوطني بالبلد. لأنه شاعر لازم يكون صاحب قضية يعني. طبعا. طب مين هيقول كده غير الشاعر؟ طبعا. طيب شاعر أحمد الشيخ، خلينا نقول إنه في الديوان الأول اللي هو بلسان جنوبي مبين كانت آخر قصيدة فيه عن اسكندرية، حتى اسكندرية خير ختام. وأنا عايزة أقول إنه يعني هو منشأ حضرتك ما بين الصعيد واسكندرية. وأنا نشأت في قنا يعني لحد سن الشباب، وبعدين انتقلت إلى اسكندرية، عشان كده هي خير الختام في الديوان وخير الختام في الرحلة التجربة الحياتية بتاعتي يعني. بس والديوان الجديد في دوبامين في اسكندرية تانية. اسكندرية برضه ما ينفعش، ما لازم في اسكندرية. في اسكندرية، وفي بقى حاجات عن البحر نفسه، بما ان يعني البحر ده من ابرز الجزء الخيالي هنسيبه للإخراج. نتخيل مع كل ما احنا هنتخيل مع الكلمات، الإخراج ممكن تصويره بقى بشكل مرئي، يبقى ممكن يتم كل الفنون منفذة على بعض. أيوة بالآخر يعني بينهم رابط مشترك. ياما أعمال كانت بدايتها في الإذاعة، وبعد كده تم تقديمها مسرح أو سينما. المسرح أصلا بدأ شعرا، أول ما كتب شعرا يعني حقيقي. طيب خلينا نفوت على اسكندرية خير ختام الأول في الديوان الأول. طيب. اسكندرية
يا فتنة الغاوي، يا جبلة المعنى والإلهام، يا فرشة استنلي بحكاوي وبحرك مداد لجلام. جنوبي نداها أبو العباس رماه الهوى في بحري، عدى الخطاوي وداس وجدامه جات تجري. شمسك وملح بحرك زادوا سمار 2، دفن حرته في رمالك وعلق قلبه في الميادين. هي اللي من حسنها سالت بحور أوصاف، هي اللي من رسمها صار الظلام شفاف. التصوير يعني عارف كأنك عديت على أهم الملامح في اسكندرية، البحر والرمل، سيدي المرسي العباس بالظبط. والميادين والناس الشوارع. لو تخيلنا ده بصورة بقى منقولة إخراجية. هو يعني هو بصراحة يعني هو أحمد كتب يعني كلماته مش عشان هو شاعر كبير، لا هو يعني اختصر اسكندرية في التفاصيل بتاعتها الأساسية. بس في الأحياء ذكرت ستانلي فقط عشان اتكتبت على ستانلي. يعني لا، يا اسكندرية حتى البحر، حتى يمكن من الاسكندرية ريحة البحر مختلفة عن أي بحر. أو بتحس باليود، ريحته اليود على طول. بالظبط. فيعني الصورة نفسها بتغني فكرة البحر مع الرمل مع ستانلي. يعني هتجيب بس شطات خفيفة جدا مع الفويس اوفر، يعني هو الموضوع بسيط جدا. طيب لو احنا صورنا المشهد ده، تخلي يعني أهم المعالم أو الحاجات المناطق اللي مر عليها في القصيدة، لو هتبقى في الخلفية بألوانها بتصويرها العادي ولا هتخليها أبيض واسود؟ أنا بفكر أخليها اسكندرية زمان، يعني المجردة اللي هي بداية اسكندرية. تخلي الصورة أبيض واسود أكتر ما هي ألوان، علشان تحسسني إني برجع للماضي مثلا. تبقى عارفة اللون، يعني هو مش هيبقى أبيض واسود ومش موديل، تحس تمانيناتي أو سبعيناتي. هنشوف كده اسكندرية. احنا هناخد فاصل مع اسكندرية كده لحد موجز الأنباء، ونرجع بعد الموجز نشوف اسكندرية في الديوان دوبامين. رجعنا تاني بنكمل سهرتنا تياترو 16. فريق العمل هندسة صوت حنان عبد النبي، والإخراج يثرب سيد. وموضوعنا النهاردة من أحداث معرض القاهرة الدولي للكتاب وتوقيع ديوان دوبامين. من ضيفنا الشاعر أحمد الشيخ، وشخصية المعرض هذا العام الفنان صلاح جاهين الشاعر الكبير ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين، والمخرج المسرحي فتحي النقيب. هنتكلم الأول طيب على توقيع الكتاب. احنا كنا قلنا انه الديوان من قبل دوبامين ده تاني ديوان. الديوان الأول كان بلسان جنوبي مبين، وكان الختام بقصيدة عن اسكندرية، لأنها يعني ليها واقع خاص في القلب يعني بالنسبة لك. الديوان الجديد دوبامين، خلينا الأول ندخل يعني نعمل الوصل كده بين الديوانين. اسكندرية فيه ايه؟ الفرق الأول بين الديوانين تقريبا وقت 1.5 سنة أو 2 سنين. يبقى اسكندرية فرقت في 1.5 سنة. طبعا. اسكندرية فرقت على مستوى حتى التجربة الشخصية بمعايشة أكتر، وعلى أبعاد النفسية عندي أنا برضو. بالنسبة لي تجربتي الشخصية اكتملت غير الأول يعني، وحياة الشاعر طبعا كلها تجارب يعني، وخبرات كمان طبعا. معرفة الناس أكتر ده بيزيد من الخبرات أكتر طبعا أكيد. لكن من الناحية المرئية اسكندرية هي يعني لو جينا كإخراج عملناها في اسكندرية عمل وثائقي ترابها زعفران بص على مدار العصور. الشوارع الجانبية الاسكندرية أصلا مش هتلاقي الشارع الجانبي بتاع اسكندريه، مش هتلاقي في اي مكان بنفس انت مجرد ما تخش اسكندريه غير الشارع الرئيسي اللي على البحر. الشوارع الجانبيه حكايات يعني. الناس زمان اللي كانوا بيروحوا مصيف في اسكندريه عارفين انت لما بتيجي الشارع الجانبي المنزل او المطلع ده، لما بتشوف اسكندريه عندك ادرينالين بيعلى من بعيد البحر والمنظر ده. فانا مقدر تجربه احمد في اسكندريه، يعني اكيد عايش تجارب كتير جدا في الشوارع والحاجات دي، واكيد حكى لك حاجات كتير. كل ده هيظهر، كل ده هيظهر طبعا. وفتحي يعني من خير الداعمين ليا بصراحه، يعني انا
بشكره على ده يعني. ربنا يخلوه لي يا رب. خلينا نتوقع ان شاء الله الديوانين ممكن يتحولوا فعلا لعمل أنا واثق مصور. في كده. باذن الله احنا هنشتغل على ده. أنا تتفقوا مع واثق بعض. إن شاء الله. اسكندريه في دوبامين. اسكندريه الجديده. اسكندريه بقت بتاعتك في الشتاء، لما السما تنزل عليك سكر ازاز، احضان بتتعافى العطش والبوس مشاع، والبحر منتشي بيراوح الاسفلت، تكرار لموج يشبه لقلبك في الايقاع، رئتيك تعبي من الرذاذ المختلط، يدي الشتاء سكر لناس وفي ناحية تانية بيفتح الأوجاع. على البحر اتجمع كل يمام مفرد وليف، الدنيا بتشتي في نص الليل والبحر بيعزف مد خفيف، اتنين قاعدين قاسمين الهاند فري وخيالهم قاسم حلم لطيف، كان طيب واللي في قلبه على ملامحه، كانت لو يقولها ينشف الرطب عن نخيل، يروح المغنى من فم الطيور، يسيل المعنى على الجسم النحيل، يجف لبن الأمهات في الصدور. كانت صبار وبرغم قساوة التربة بيدي زهور، كان مليان ضلمة في جوفه لكن روحه بتحب النور، كانت لو تهمس يوم للغيم بيغني بدال الرعد حجاز، وفي وسط حياة كلها مألوف كان هو نشاز، فجمعهم إن الاتنين بيحاولوا يكون بكرة مجاز. توصف له لقم النهار لما عر الشمس بدون حرج، وتفكروا بالليل لما حب للسماوات نجوم، يوصف لها مشهده في الصلب وازاي فرقت اليمامات كتافه وحطت مكانها البوم، وازاي يفرقوا القهر وقت الفجر وساعة الصبح يرجع يحوم، وازاي تموت كلمة بحبك فوق شفة المحروم، يقول ويتعطر، يقوم ويتبعتر، يدور على روحه اللي راحت، يسكر من عينيها للمغيب، يغيب يسكر، ولما يغيب على صدرها في نفسه أوام يعطر، صدري سكنوه العناكب لو أنفسها متأخرة، يا حضنها المعصرة، الله وحده عليم بسر كيميا الروح، جايلك في كف البشاير تدوقي طعم البوح، فيا الوفا بشكل غريب أكون لك كتاب مفتوح، وإيه أوسع من خيال العجيب غير دراعين حبيب، كل ما يزيدوا عليك الضم تروح في البراح، لهفة كاسية وشك الصباح، من بين جناين ربنا كلها ما جابني الأرض غيرك، وسر شفايفك التفاح، قلبي يا 7 أرواح. اسكندرية احنا ودينا اسكندريه واحنا قاعدين مكاننا والله الحقيقة. لا يعني انت خليت اسكندرية هي الخلفية، الأحداث هي بين ارتباط بين عشان انت عينيك بتبقى كاميرا طول ما انت ماشي على خط البحر ده، فانت عمال تلقط مشاهد، بترصد ناس معينة، بتشوف قصص كتير بقى، فانت بتسرح انت بقى جوه عربية ولا جوه مشروع ولا جوه بتاع. ايوه المشروع ده صح اسم وسائل المواصلات في اسكندرية. فكل ما بتشوف مثلا الاثنين انت بتتخيل ترى ممكن القصة دي تكون عاملة ازاي، فبتكتب بقى وفي اجواء اسكندريه. يعني دايما اللقطات اللي رصدتها هم دايما على البحر، ودايما يعني في الشتاء لما بتنزل عليك سكر ازاز. الاجواء كلها في الشتاء، يعني نقول المنظر الخارجي، البحر، الشتاء، والعلاقات ملتقى العشاق مثلا يعني. بس انا يعني الحقيقه وحضرتك بتلقيها، اول حاجه جت كتصويرية أو فكرتني أغنية الفنانة شادية لما كنا صغيرين، لحن عمار الشريعي، لأنه يعني هي لها علاقة بالوطن، زي ما حضرتك كتبت اسكندرية لها علاقة بالوطن، وهي كانت بتحكي جواها حدوتة. بس حتى تصوير الأغنية دي كانت في استوديو يعني مغلق، تصوير بقى يعني أستاذ فتحي
قصيدة الشاعر أحمد الشيخ في اسكندرية وفي الأجواء دي إيه؟ هي طبعا هتعملها يعني اكيد في عز الشتاء. يعني يبقى في شطط على البحر طبعا مع البرق والرعد في قلب البحر. هناخد برضو شطات ممكن من بيوت مصرية بتطل على البحر نفسه كأننا داخلين بالكاميرا جوه البيوت. لأن الحب برضو يعني الحركة كأنها جاية من جوه البحر، من جوه، يعني الربط البحر مثلا مشهد آه. حب خلصنا دخلنا رجعنا للشباك تاني رجعنا للبحر، احنا الربط بتاعنا هو البحر. والحب هو المشترك، فبنروح ونيجي ان فكرة من رغم البرد والحاجات دي كلها الحب هو اللي بيدفي الأجواء العامة في الموضوع والحواديت والقصص في الشوارع اسكندرية. لأن هي المدينة كلها بتربطها حاجتين أو أهم حاجتين، البحر وحالة الحب اللي هي بتعبر عن الدفء في الأجواء الباردة. يعني الثنائيات اللي ذكرها أستاذ أحمد في القصيدة في منهم أنا أعتقد كان في بينهم عتاب، يعني في منهم في ثنائيات فيها تصريح واضح واتفاق ووئام وفي ثنائيات تانية حضرتك عديت عليها فيها حالة مصالحة. يعني عشان كده قلت لك ان هي في البيوت لان يعني في صراع الحب على مدار العصور، على مدار الاعمار، ممكن 2 كبار 2 صغيرين. ايوه تفاصيل اكتر في المشهد بالظبط، ما يبقاش كله مش هيبقى كله نفس العمر. يعني الناس الكبيره اللي حبوا المدينه من زمان قوي اللي ماشيين في حاله حب وشايفين 2 شباب صغيرين بيتعاتبوا على البحر او مثلا مشهد مهم جدا بتاع ال2 حاطين هاند فري. انا اتذكر لو رجعنا ربطنا بشخصيه المعرض الفنان شاعر صلاح جاهين، كان في أغنية اسمها ولد وبنت، كانت حتى غناها الفنان علي الحجار، روح جسد بنت لا دي كانت في فيلم اسكندرية، لكن في ولد وبنت ولد وبنت أيوة. كل المدينة حاجة كده مش هغنيها أنا أعتقد إني هنحاول نجهزها. يعني هو برضو تعرض، وزي ما حضرتك قلت لا يعني دي أغنية مختلفة اللي هي في اسكندرية ليه. يعني كانت كلمات شاعر آخر ولد وبنت عن اسكندرية برضه، فعشان كده جت في دماغي عشان علي الحجار كمان وعلي الحجار نفس التفاصيل. طب على بال ما نجهز جهز معانا ولد وبنت استمتعنا. أغنية من الذكريات، حتى يعني كان صوت الفنان علي الحجار لسه شوية بدري شوية. طيب هندخل تاني جوه الديوان. خليني يعني استوقف حضرتك انه العنوان دوبامين اسم اجنبي او هو مصطلح يعني هرمون معين. القصايد جوه او في سول ميت دي برضو مسمى يعني مش عربي، ماريونيت مسمى مش عربي، كارما، 3 تقريبا. طيب 3 هم اللي حضرتك اخترت لهم مسميات غير عربية عشان الفرق بقى ما بين الفصحى والعامية. ان العامية بتتكلم بلسان الناس وبلسان الشارع. يعني كل اللغات اللي احتكت بالمصريين أثرت وتأثرت بيها. فهتلاقي نفسك مثلا بتقولي أجزخانة وصيدلية وكذا اسم على نفس المكان. تمام، اتأثرنا بالأتراك وتأثرنا بالأجانب وتأثرنا بأكتر من حاجة. كل لكن حاجة لو فصحى كتب خان والمهندس خان ودي كانت وعربجي ومش عارف ايه والحاجات دي باجي كان التكوينة اللغوية نفسها. اما طبعا لو انت بتكتب فصحى فاكيد هتكون حريص طبعا ان الكلمة تكون زي ما قال الكتاب يعني. بس الصيحة بقى في العامية الحديثة ان انت بتتكلم بلسان الناس، بلسان الشارع، زي ما بتتقال، زي ما متعارف عليها بمعنى صح بتتكتب. علشان الديوان بالعامية فاخترت المصطلحات اللي هي انا فاهمه قصدي اني فاخترت في الحالة دي المصطلحات المتعارف عليها كمان ونستخدمها بسهولة. في حتة كمان في العامية فرق عن الفصحى، ان وانت بتكتب مش بتنطلق من غرض محدد قبل كده. يعني بتاع الفصحى بيكون مجهز انا هكتب في موضوع كذا، ولكن العامية بتبقى وليدة المشهد او وليدة اللحظة او وليدة الشعور اللي جه جواك. يعني انت بقيت شاعر عشان حسيت وعبرت بالكلام بالكتابة بتاعتك.
فما فيش غرض قبل كده، شفت مشهد عجبك فكتبت، شفت حاجه حصلت فكتبت. لكن فسحه بتقعد بتجيب ورقه وقلم زي اسكندريه لما حضرتك زي عبرت معنى كده ان هي اسكندرية. ما كانتش في مره واحده، ما اتكتبتش في مره ده واحده. بتبقى مش مره واحده، وبتبقى انت مش مجهز لها. أها. مش هقعد النهارده انا هكتب مثلا عن عيد كذا، لا ما فيش الكلام ده في العاميه طبعا. الفكره دي اعرف ان هي موجوده في الاخراج ايا كان الاخراج المسرحي او فكره عمل المخرج. هو طول الوقت لازم يحفظ الاجواء اللي حواليه، يسمع، لدرجه اني مره يعني عرفت انه من التدريبات انك كنت ماشي، يعني واحد هو ماشي في الشارع طالما انه يعني هينتهي فكره الاخراج دي، فيسمع خطوات الناس مثلا، خطوات ويحفظها، يعمل لها ملف في الذاكره علشان الخطوات توقع الاقدام على الرصيف بالظبط، ولا على الشارع، ولا جات رجله في نقرة مية مثلا، والعمر هل خطوه حد كبير حد صغير دي في الذاكره الاستراتيجيه. نوع الحذاء لو كان حريمي، مشية الخوف، المرتفع، المسرع، بالظبط، كل مشية ولا تفاصيل. ما دي اللي هي الساوند افكت اللي احنا بنسميها عندنا، وبتستخدم اكتر في الحاجات الاذاعيه. يعني انت الاذاعي اكتر هتلاقي الحاجات دي بيهتموا بالتفاصيل دي جدا فيها عشان تفتح الخيال. انت عندك حاجه اسمها الذاكره الاسترجاعيه، احنا في عندنا تمارين اسمها الذاكره الاسترجاعيه. انت مثلا لو قاعده في بروفا وقلت لك مثلا دلوقتي انا هقدم لك طبق ملوخيه، اوتوماتيك انت هتلاقي ذاكرتك جابت شكل الملوخيه والسلطانيه مش طبق، وبداتي تشم ريحتها دلوقتي. ده حقيقي. المعلومات المخزنه في الذاكره، عندك الذاكره الاسترجاعيه. فدي زي القصيده مثلا ما كنا بنطرح اسكندريه بس في ديوان بلسان جنوبي مبين، اول ما قال ستانلي خلاص كل حد فينا راح رحت بذاكرتك الموجوده عندك، وركن معين في ستانلي حسب ما موجود في الذاكره. يعني بالظبط. اسكندريه هتشمي، هتلاقي ريحه لوجت في مناخيرك على طول، الاجواء معينه زي ما قلت لك الشوارع الجانبيه، بس بذاكرتك انت. المخزون بتاعك انت في اسكندريه نفسه. حقيقي. طيب خلينا لو قلنا هنختار قصيده تانية، واللي انا عرفته يعني هو بصراحة اللي قال لي عليها يعني أستاذ فتحي إن هي كانت من أكثر القصائد اللي كان ليها رواج وقبول ونشر للديوان قبل النشر، يعني كان ليها جذب شديد جدا. فدنت عليها أنا. دي زينب. صديق الصدوق طبعا. زينب. ايه موضوعها الاول؟ وانا فهمت ان هي شخصية، يعني شخصية حقيقية حدوتة لها. زينب دي شخصية مصرية زمان أيام المماليك، اتجوزها سلطان مملوكي عنوة، كانت يعني واحدة بتحمل كل الصفات السامية اللي في الدنيا يعني. كانت قال لها في الفروسية وتعرف في الحسابات، كانت بتساعد جوزها بعدين في الحسابات، كانت يعني بارعة في الجمال، فيها كل المواصفات اللي ممكن تتخيليها، وده شخص حقيقي بالكينونة دي. المفروض كانت مخطوبة لابن عمها، وراح جه السلطان المملوكي ده أخدها عنوة. بعدين بتتفرج بقى انت بتشوف في حدودتهم دي ازاي القصة اللي بدأت بعافية وغصب تحولت لقصة عشق، يعني كده فيها روايات كتيرة جدا. دي من أحداث تاريخية. دي في رواية أصلا يعني مجسداها حتى الدكتورة ريم بسيوني، يعني ذاكراها في ثلاثية المماليك بتاعتها. دكتورة ريم بسيوني. ريم بسيوني كان عاملة في ثلاثية المماليك بتاعتها. الثلاثية اللي قبل الأخير، قبل الحلواني الأخير بتاعها. رواية. رواية ثلاثية، بتكتب ثلاثيات. فنتج عن الزيجة دي بقى المهندس اللي بنى مسجد السلطان حسن، ده ابن زينب بقى، اللي هي انا اتضربت بيها لما قريت الروايه، فخرج النص ده بتاعها يعني. تأثرت قد كده يعني. يعني شخصيه بالروايه مواصفات كثيره جدا، وكمان ممكن تكون مش مالهاش علاقه بالانثى هي فيها، زي موضوع الفروسيه ده يعني، كانت بتبقى في السوق وهي بتدافع عن ابن عمها وعن كذا وعن كذا، فشخصيه غريبه يعني. ما دي كانت التركيبه الاجتماعيه لبناء نقدر نقول ايه من العيله الحاكمه يعني. كانوا دايما لازم يكونوا عارفين في الفروسيه، ويعني ادوات الدفاع عن النفس سواء الرجال او السيدات يعني. بتسرسبك كده واحده واحده. ده احنا هنعمل هنا اجواء تاريخيه تماما. طبعا اما تيجي تصورها بقى هتشوف الحقبه دي. هي كانت ملهمه بس مش شرط نتكلم تاريخ يعني. لا، وخارجه يعني قصيده خارجه من روايه بناء على قراءه يعني. انا عايزه اقول تحويلها لمشهد مسموع كاذاعه او مشهد مرئي
زي الخط اللي في علي نتص- الزيبق لما حب بنت صنقر الكلب، الجزء أيوه. الحب في وسط عالم المماليك والحرب الموجوده دي، نفس الفكره. يعني هو الخط ده في علي الزيبق. كان هو بيحب بنت صنقر الكلب، كان في خط كده لوحده في وسط فكره الثأر اللي كان بينهم، كان في لا خط اللي هو قلب علي نفسه بقى، ان هو حب بنت عدوه. لما قال له جبتك من قلبك. بالظبط. هي دي القصه كلها، ان مش شرط زي ما احمد قال ان احنا نخش في الجو المملوكي ده، هنخش في حقبه بس اللي هي الخط بتاع زينب بمزيكته. حتى هتلاقي المزيكا مختلفه خالص. طبعا مش هتجيب مزيكا بقى فيها فروسيه، لا انت هتجيب المزيكا اللي بتعبر عن الحب في وسط الحرب دي كلها. فيبقى فيها لعب كاخراج ومزيكا وموضوع مختلف طبعا. اعتقد خلاص انا هاخد وعد ان احنا هنعمل زينب بقى، لازم. هنخرج من هنا هي بتتعمل هنعمل دلوقتي. زينب. هي بتخلي في دماغي دلوقتي. اعتقد احنا كمان ممكن ندعم ده كان في مسلسل علي الزيبق. طبعا. ايوه اذا فاروق وجدنا الفيشاوي. يعني وجدنا في مكتبتنا تتر التتر بتاعه المسلسل كان جميل نخليه طبعاً. يعقد- مصري يعقد مصري ومملوك. كلمات عبد الرحمن الابنودي. طيب عظيم. حكموكي ما حكموكي. ايوه آه برضه المصري مصري والمملوك مملوكي. نبتدي نستعرض او نعيش معاك في قصة زينب. تقول: احلى عطايا الرب يحن لها السلاطين والحشية، الرعش نعش الجلب والحشية. كان يحصل ايه لو علم آدم الأسماء كلها ونساها كلمة سلام عشان ماشية؟ ربي أرني كيف تحيي الفرصة، ربي أرني كيف ألوذ بفوز بيها، وإزاي تحييني من الأول بعد ما تحييها. خليني أرجع أبدأ من الأول تاني عشانها، وعشاني من الأول تبدأ خليها. أولى بيا ببكايا وضحكتي وخوفي، أولى بجناني وحناني وخدها، أولى بكفوفي. ألا لعنة الله على عالم مسوحني، خلانا أموت وأنا عمري ناقص حضن، خلانا أعيش محني. لعنات السماء والأرض على كل عين لو غير عينيك تلمحني. أنا مليت من العالم، من الإنسان، من كل مهم متهمش، جوايا الجرح طول روحي وما تلمش. مليت الحرب اللي بيني وبيني يا أنا، الرحلة غربة وانتي مش هناك، الوحدة مرة وانتي مش هنا. مهزوز لنا فايز ولا مهزوم، طلبت الهدنة وكله بطلبي مهتمش. بعترفلك روحي بتعزفلك، عيني بتنزفلك، قلبي يسندك لو عينيك تميل، في عينيك بشوفني لسه برضو جميل. يا بس كمان الحرب الداخلية فيها انفعالات نفسية، يعني كأن انت عشت مع الشخصية، مع الشخص نفسه. وده اللي بياخدنا في الدراما. خلينا نقول انه القصيدة الشعرية هي بتفتح مجال للخيال. انت بتتخيل يعني حتى لو من الاتجاه ده، في شخصيات، في احداث، في تاريخ، فبتفتح المجال. اما تلقيها في ندوة، هي تقريبا هي دي اللي هيتم القائها بكره يعني ان شاء الله. كل الحضور كل من هيتخيل زينب بطريقته، الاجواء اللي كانت موجوده فيها، والصراع النفسي اللي كان في قصتها ما بين الاثنين. حدوته هتتخيلها ازاي الاول؟ والله يعني هي استاذ فتحي، يعني انا شايف ان زينب اخراجيا دي ممكن بقى تخلي الصوره ابيض واسود، وزينب بتخش تلون الصوره. الله عليك الله عليك. بدايه التصوير كده، بدايه تصوير. طيب جوه قصر ولا في حديقه ولا؟ لا، ما انت يعني خليها مكان مفتوح عشان الالوان تبقى فيها مريض، تبان يعني تغيير الالوان. كل ما بتعدي في مكان المكان بيتلون. كمان انها اضافت بعد روحي للمكان، يعني كان ميت واحيته مثلا. هو اللي هي الجمله المؤثره جدا اللي هي الاحياء والحاجات دي كلها. فالحياه بالنسبه لنا في الالوان، يعني احنا حتى الافلام اللي بتعملها ترميم انت بتشوفي بالوانها بتنبهر، اللي هو ياه بعض الافلام ما يعد دبت فيها الروح زي ما بيقولوا، تحس ان بالظبط. ولذلك هي الالوان هي الروح. فزينب هي الروح اللي دخلت مكان لونته، عدت من عند الورد فانت لقيتيه احمر،
عدت ما اعرفش من جنب النهر بدأ يرقص، يعني بدأ البحر مثلا لو هادي، مجرد ما هي بدأت تدب فيه الروح. الورد سكنته الحياة، يبقى هي الروح اللي سكنت كل المكان دي كلها. حتى مش شرط تجيب وشها، انت ممكن تجيب التوب بتاعه وهو ماشي، تفاصيلها، تفاصيل ضحكتها، غمزة عينيها، مش شرط التجسيد الكامل ليه. اذا كان هو عاشق مجرد تفاصيلها، امال لو جبناها كلها يحصل ايه بقى؟ تفاصيلها فرقه. يا بخت انا عايزه اقول بعد الوصف ده يا بخت ما كل من كان اسمها زينب. انا عايز اقول حاجه ثانيه، ان فتحي لازم يكتب شعر ده على الوصف اللي قاله ده. طبعا هعمل هنفسك هم ادرينالين. رباعيات صلاح جاهين كانت تسجيلات مهمة قوي اللي يعني لقيناها على وسائل التواصل الاجتماعي بصوت سعاد حسني. وخلينا نقول ان احنا مجهزين يعني مع المخرج مع يثرب وحنان هنختم في الاخر خالص على اسم مصر بصوت الفنان يحيى الفخراني، بس لسه وقتها يعني. خلينا مفاجأة. في الكواليس حضرتك اختارت ان احنا هنقول ماريونيت. احنا عارفين اللي هي العروسة اللعبة اللي بتتحرك بالخيوط، العروسة الخشب اللي موجودة في الليلة الكبيرة. فن الماريونيت. وبمناسبة اسماء القصايد برضو كان عنده البيانولا. هنجهزها ونسيبها للأستاذ فتحي. اتفضل استاذ. ماريونيت عندك ايه؟ يم اللطايف قلب اللي طايف بيسأل ضحكتك ولا الربابة، واللي طايف فوق خدودك دول شفايف ولا اللبابة، والعاشقين صبابة عرايس غلابة خيوطهم في ايدك اشارتك مجابة، عينيهم خشب ايديهم مسد تصحب خيوطك قلوب الجسد، خلق الانسان العاشق للكبد، عينيك دي ولا الدوام للأبد، والخيط في ايدي بعيد المدى، والخيط في ايدك صراع ابتدى، يا حضن ونسايم هديل اليمايم، يا آلة حنونة نغمها المدى. دي ليها قصة أكيد. لا مش أي حاجة. مش هينفع على الهوا. دي فجأة. أيوة ليها سر. يعني ليها سر، لأنه يعني أطلقت شكل العروسة دي يعني بانها حد يعني له العطاء على يأس الشخص المواجه ليها. فكرتها كمان ان انت بتجسد اللي هو المعشوق او الحبيب او اللي بتقال له الكلام ده بان هو اللي ماسك خيوط الحياه كلها في ايديه، وانت مجرد ان انت يعني زي ما بيشد كده بتتحرك، بيشد كده بتتحرك، فهو اللي متحكم في مصيرك. الماريونيت هنا الشخص نفسه الشخص العاشق، وكأن المعشوق ده مثلا حد كده قاعد على كرسي العرش مثلا او كده وبيحرك بقى الناس حواليه. ممكن ما يكونش المعشوق ده العاشق، قصدي حد واحد، يعني هو احيانا بيبقى فيه شخص كتير جدا حواليه او عايزين يوصلوا له، زي بيقعوا تحت تأثيره زي الملكة في النحل كده مثلا. بس دي الفكرة. ايه موضوع الخطوط هتتخيلها العروسة دي ايه؟ يعني هتبقى برضو بني ادم وحد بيتحكم فيه بخيوط، يعني ممكن تخلي على المسرح دي بقى مش عروسة خشب، يعني مش هنجيب ده حد حقيقي، حد حقيقي حد حقيقي بخيوط وحد بيتحكم فيه وهو فاكر ان هو اللي بيتحرك بنفسه، بيتفاجئ ان في حد بيحركه اساسا. واو، بتبقى هنا هي الصدمة او حلو جدا التخيل ده. طيب احنا ذكرنا انه الموازي ليها البيانولا مثلا كان في قصيدة البيانولا من احلى ما كانت تتواصل عن الاستاذ صلاح جاهين. يعني كلامها طبعا انا دبت جزمتي عليها داب من كتر التدوير على الاحباب، يا سلام لو اعطر في حبيب، ده انا ارقص من كتر الاعجاب، كده اهو كده اهو كده اهو، انا قلبي مزيكا بمفاتيح، من لمسه يغني لك تفاريح، مع اني ما فطرتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح، بتنطط واتعفرت واترقص كده اهو كده اهو كده اهو، بيانولا وقلباندا وحركات، اطلع لي بقى يا نصاص يا فرنكات، انا عازمك يا حبيبي لما الاقيك على فسحة في جميع الطرقات، تتنطط تتعفرت تترقص كده اهو كده اهو كده اهو. عظيم.
كده هو احنا النهارده بنحتفل بصلاح جاهين وبنحتفل طبعا بواحد من ابطال يعني معرض الكتاب. ونرجع نقول تاني ان شاء الله باذن الله بكره 31 يناير توقيع الديوان دوبامين. والحاجه المبهجه كمان اللي هي المفروض يعني نفرح بيها كلنا ككتاب عاميه ان شخصيه المعرض صلاح جاهين يعني حد بيكتب عاميه. اتمنى السنه الجايه ان شاء الله نشوف فؤاد حداد شخصيه المعرض ان شاء الله. طب ايه يبقى احنا نسبق ونعمل حلقه عنه ان شاء الله ده وعد على الهوا كده اهو من حضرتك، نعمل حلقه دسمه عن الشاعر طبعا اكيد ان شاء الله فؤاد حداد. طيب صلاح جاهين بقى في المسرح يعني له الليله الكبيره صح لما ينجح دول الاساس والابطال العرض كلهم ماريونيت كلهم العرايس الخشب. هو كان مهتم جدا بتوضيح قيم كبيره للاطفال، ده طبعا كان سابق عصره وفكره في الاتجاه ده. يعني تم تقديم مثلا الليله الكبيره بعد كده في الباليه بالظبط، وكان برضو الراقصين بقى الفنون الشعبيه كانوا بيحاولوا يترجموا الحركه زي حركه العرايس، يعني مش كان فرقه الباليه المصري بالظبط في دار الاوبرا المصريه. فكانوا الراقيه يعني الكلاسيكيه العاديه كالرقص العادي، لكن كان ده طبعا ده تدريب تاني خالص طبعا. خلينا ندخل كده جوه يعني زي ما حضرتك تختار بقى الليله الكبيره او لا يمكن هي الليله الكبيره عشان سريعه جدا، يعني هو جاب من اول تجهيز المولد نفسه لما قال لك قبه سيدنا الوالد ونوروها من اول ما حطوا النور. بعدين جمال صلاح جاهين انه بيجيب الكلام الدارج وتغنيه والمعاني تثبت في دماغك وتقول طب دي هتتغنى ازاي، فتتفاجئ ان هو عاملها بصياغه مهمه جدا. الليله الكبيره لحد وقتنا هذا موجوده ومكمله. ما هو عشان كده انا بحكي لحضرتك انه مثلا في اعياد الطفوله في نوفمبر دايما بيعرض في دار الاوبرا في المسرح الكبير، وبتبقى اكتر من عرض يعني في عرض بيبقى الظهر في 11 وفي الساعه 2 تقريبا، يعني اكتر من عرض ليه بدعوة لأطفال في المدارس يعني هي لكل العصور ولكل الأعمار يعني حد كبير بس على تأكيدا لكلام حضرتك وبرضو يعني الكتابة العامية مثلا يا غزال يا غزال العشق حلال ده هو كمان دمج هنا ما بين كذا لهجة وكذا شخصية وكذا حاجة. والقطعات اللي بتحصل وقف يا ريس حنديرة في ناس كتير قاعدة كتيرة ولا حد قاعد تعميرة ولا واحد شاي، حتى الكرة ولا حد قاعد تعميرة ولا واحد شالك اللي هيقعد راح يدفع، حتى الكلام ده هو عمله يعني التفاصيل دي كلها هو لعب فيها بطريقة طب يعني تغنى ازاي بأداء وبتفاصيل وانت حتى بتسمعيها فجأة بخلص دخل يا غزال يا غزال على طول هنسمعها تصوير كامل حتى حتى بالضحك او في الاخر. سهرة الحقيقة ممتعة جدا أدبيا وفنيا بالمسموع والخيال ونتخيل الخيال ممكن يبقى مشاهد ازاي. اشكر ضيوفي النهارده شاعر العامية أحمد الشيخ، وإن شاء الله مبروك كتابك أو ديوانك الجديد. الله يبارك فيك. وأشكر المخرج المسرحي فتحي النقيب وتحويل كل صورة خيالية إزاي تبقى واقع مرئي. وأشكر زملائي في فريق العمل، هندسة الصوت حنان عبد النبي والإخراج يثرب سيد. وكنا معاكم النهاردة ما بين دوبامين وصلاح جاهين علا صلاح.